السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نحضروا فطار رمضان، كل سنة وانتم طيبين مع بعض. طبعا نحضروا فطار رمضان امتى ونلحقوا امتى والوقت يكفي معانا من امتى ونبتدوا نشتغلوا في الاكل امتى يكفينا. انت طبعا في رمضان انا بعمل حسابي ان انا بحضر اكلة بكرة من قبلها بيوم. يعني مثلا الاكل ده بتاع بكرة انا جبته معايا، جبته النهارده. عملت ايه؟ مسكت الفراخ غسلتها، حطيتها في محلول، ملح وسكر، ورق لورا، وعود قرفه، وحبه فلفل اسود بيخلي ريحتها ايه، جميله قوي، ونزل منها اي زفاره، اي ريحه وحشه. بسيبها في المحلول ده، سبتها لما التراويح خلصت والدنيا فضيت. هقوم هعمل فيها ايه؟ انا بكره هحشيها. قمت دلوقتي عملت ايه؟ طلعتها من ميتها، صفيتها مبقاش فيها ميه، ركنتها على جنب، بشرت لها بصلايه، حضرت الفريك اللي انا هحشي بيها، وعملت فيه ايه ونقعته. هنقعه ليه بقى كده من دلوقتي؟ احنا خلاص شويه والفجر هيقدم، هننام. هقوم هلاقي الفريك بايش، هعمل فيه ايه؟ هروح حطها على النار، هشتغل معاكم بردك الصبح. فانا دلوقتي هعمل ايه بقى عشان الاقي الفرخه طعمها حلو؟ مسكت دي بصلايه بشرتها وملح وفلفل اسمر، همسكهم ادعكهم كده ببعض حلو، وهمسك بقى الفرخه من بره ومن جوه، هلفها بالبصل دوت. هجيب بوله تكون ناشفه تماما ما فيهاش اي ميه. ليه؟ اي ميه بتبقى فيها بتعمل ايه؟ هتعمل لي تعمل لي زفاره. فانا هعمل كده اهوت، وهمسك بقى كده فرخه زي ما انتم شايفين كده، انا هحطها في الميه الصفت. همسكها، هاخد كده كبشه بصل، هحطها جوه وادعكها بيها من جوه، وهسيب الباقي وهاخد برضك كده من بره وادعكها كده من بره، وهركنها كده ايه على جنب. هجيب برضك التانيه كلها برضك كده كبشه جوه. اهم حاجه لما تيجي تحطي الفراخ، ثواني اقربها معاكي، اما تيجي تحطي الفراخ ما تحطيش رجل مثلا دي عامله كده والرجل دي عامله كده، لا، سويهم كده عشان لما تيجي تسويهم ما تبقاش رجل طالعه ورجل نازله، تبقى برضك كده ايه شكلها حلو. ماشي، برضك هعمل برضك في التالتة كمان كده. انا مش هحشي ما بين الجلد واللحم، لو انا مرقرقه كده عشان احشي ما بين الجلد واللحم هدخل برضك فيها ايه بصل، بس انا بدخل كده ايه من ناحيه الورك، الحته دي كده كده، وهنيتها كده برضك ايه، هظبطها مش هخليها تتعبى مني خالص، عشان لما اقوم الصبح الاقيها ايه شكلها حلو. خلاص نامي كده طالما انتي مرتاحه كده. هحط بقى عليها ستريتش وبيتها كده في التلاجة. حاجة تانية، لو انا هعمل كنافة ولازمني احمرها بالليل، لازمني شربات، هعمل جلاش، هعمل اي حلو لازمني شربات بالليل، اعمله واطفي عليه وانام. ليه؟ هقوم الصبح هلاقيه بارد، يبقى انا لما اعمل كنافتي ولا جلاش ولا اي حلو انا عاملاه هلاقي الشربات بارد، يبقى كده الحاجة بتسعفني. كده انا بقى هغطيهم احطهم في التلاجة وهخش ايه انام. اقوم الصبح الاقي الدنيا ايه سهله عليا بقى. ودلوقتي كده يا بنات بقى هبتدي اعمل الفريك. هنزل اول حاجه الفريك بالقوانص، عشان القوانص بتاخد سوا عن اي حاجه تانيه.
هنزل عليها بالبصل. هنزل بالفريك. الفريك منقوع ومصفيه كويس قوي من ميته. هقلب الفريك في الخلطه دي حلو قوي عشان يتحمص كده شويه، عشان هو مفيهوش ميه. فقوام هتلاقيه كده ايه، ما بقاش فيه ميه، فهيديك عشان يديكي طعم ايه حلو. كده هنزل عليه كوبايه ميه. وهغطيه كده. الفريك استوى زي ما احنا شايفين. هفرطه كده اهوت واسيبه يبرد. قبل ما يبرد بقى هشوف انا هعمل ايه تاني ونعمله يلا سوا مع بعض. كده هسيبه كده يبرد على جنب في المطبخ ونكمله بقيه دلوقتي كده يا بنات الحشوه بردت معايا تماما. لازم الحشوه تكون بارده عشان ما ينفعش تحطيها في الفراخ نيه وهي سخنه. ماشي، نسمو كده بسم الله. هنحشو بس مش هنترسه الفرخه. يعني بس انا كده حشيت كده كفايه. ممكن بقى احط كده حبه هنا عند الورك، بس كده دي مش هتيجي الا بايه، الا بايدي. هاجي كده عند الوراك يا بنات وهبتدي ادخل كده انا، بس ادخلها كده ايه بايدي.
وما تحشوش كتير. ليه؟ عشان ما تفرقعش مننا. ماشي، هقفل بقى كده عشان بس ابتدي اقفل بس قصادكم. همسك الم كده وبالخله وهشبك كده. كده وهمسك الرجلين الاتنين وهربطهم كمان كده بالخيط اللي هو بتاع اللحمه البارده، وهحط الميه على النار وهسلقهم. ودلوقتي كده يا بنات الفراخ اتسلقت واستوت معايا كويس. بدات اشيل الخله. مهم جدا تشيل الخله، ما تسيبهاش، هي بتتشال بسهوله كده. خلاص كده انا شلتهم كلهم. هبتدي بردك افك الربطه ديت. كده كده انا شلت الربطات من عليهم. هحضر بقى معلقتين كاتشب كبار. اجيب معلقه ومعلقه سمنه، وهحط دبس رمان. برضه كده زي ايه، معلقه كبيره. وهمسك بقى الخليط ده كده هدهن بيه الفراخ وهدخلها الفرن. هتاخد بقى لون ذهبي يا بنات تحفه، والكاتشب والحاجه هتديها طعم كمان ايه جميل. ومعايا كده بردك الفرشه. هبتدي بقى ايه ادهنها. ادهني كله، ما تقوليش دي مثلا تحت ودي فوق، لا ادهني كده كل اللي باين ادهنيه. ان كل دوت لما هيخش الفرن هيتحمر ويديكي لون ايه جميل. يلا هدخلهم الفرن وارجع لكم. السؤال اللي حطيتهم كده كلهم كويس قوي. ودلوقتي يا بنات هعمل شرايح بتنجان محشيه باللحمه المفرومه ومتغطيه بالموزاريلا. هنجربوها مع بعض. هقطع بس حته بتنجان من هنا كده عشان اعرف اوقفها وايه واقطعها.
وهقشر الحته ديت. لا انا عايزه شرايح كده رفيعه، مش عايزاها سميكه، يعني دي تعتبر سميكه شويه، بس ايه دلوقتي لما تتبل هتبقى رفيعه كده. 2 كده هنحتاج كمان بتنجانيه، نجيبوا كمان بتنجانيه ونعملوها. بصوا كده الشرايح. بس انا هاخد دولي كده اللي هم المظبوطين بالنسبه لي، يعني بس كده هاخد اللي هم الرفيعين دولي كده ودولي كده هعملهم بتنجان ايه متبل جنب الاكل. يبقى انا كده هاخد الشرايح اللي انا عايزاها دي كده هرش عليها رشه ملح عشان تنزل ميتها. ممكن تقليها في الزيت عادي، وممكن ترشي عليها بخة زيت وتحطيها في الاير فراير. فايه دي في ايدك ودي في ايدك، شوفي على حسب ما انت ايه وقتك عامل ايه، يعني وقتك تقلي اقلي، مش عايزه تقلي ما تقليش، حطي في الاير فراير. بس دي رفيعه مش هتحتاج اير فراير كتير، يعني دي لو تحطيها بحبه زيت رفيعين على النار هتعمل معاكي بسرعه وهتبقى جميله. رشوا عليها ملح ونعملوها مع بعض. ودلوقتي يا بنات هعمل معاكم البتنجان اللي انا قطعته الرفيع، اللي انا قلت لكم هعمله صنف مقبلات كده على جنب. دي لحمه مفرومه معصجه وفلفل متخرط، انا عندي اخضر بس حطيته، وحطيت جبنه موتزاريلا. ماشي، هبتدي احشي بقى البتاع كده هعملها طبقه كده معاها، بس ايه ناخد بالنا ما نوقعوش عشان دي هتخش الفرن. كده وهبتدي احط كده عليهم غطا تاني. كده كمان غطا، وهبتدي احط كمان طبقه فوق. بس دي بقى هحط لها اللحمه بسيطه عن تحت عشان هزود لها الموتزاريلا شويه، عشان انا هدخلها بقى الفرن.
ودي انا برضك مش هسيبها كده اهوت. برضك دي فكره تانية، لو مش غاويين تعملوا الطبقات ممكن تعملي الحشوه كده وتبتدي تروليها كده، وتخلي القفله دي كده من تحت، وتحطي هنا حبه جبنه موزاريلا وتدخليها الفرن. يعني دي فكره ودي فكره، فانت بقى ايه، شوفي ايه اللي بيمشي معاكي ايه اكتر. يعني كل واحد برضك اضرب ايه بناسه وطريقه اكل اهل بيته. هي بس فكره المقبلات، انت عارفين رمضان بيحب الايه، التشكيلات ياما ايه على السفره. كده ازود بس الجبنه. هدخلها الفرن تسيح بس الجبنه معايا وهطلعها. عايزه تزوقيها باي حاجه تانية، انا شايفاها كده حلوه وجميله. انت عايزه بقى تحطي عليها فلفل الوان اي حاجه زياده ممكن، بقى اختراعاتك، لازم كل واحده تحط التاتش بتاعها. دخلها الفرن وارجع لكم. سمر قالت لي لا يا ماما، انا بقى اللي عايزه احط التاتش بتاعي. تدي لون كده. وده التاتش بتاع سمر يا بنات. هدخلها بقى الفرن. يلا. ودلوقتي كده انا حضرت دي حشوه السمبوسه. عباره عن ايه، بطاطسايه مسلوقه مشكل جبنات حطيتهم عليها، وعملت ماده الربط دي معلقه دقيق ومعلقه ميه، وبتقلبيهم كده مع بعض تنعميهم خالص عشان يقفلوا لك السمبوسه كويس. طبعا كلنا بنعرفوا نحشي ايه السمبوسه، بس برضك انا ايه هعمل معاكم واحده وتكملوها. بقى انا كده عايزه معلقه. كده يا بنات اديني اهو كده بقفلها. كده قفلت اهي معايا، وهكذا كده ايه بقيه الكميه. ودلوقتي هبتدي احضر الكاستر عشان الحلو. ده نص كيلو لبن، وده كيس كاستر لو سان جورج. احطه واحط له سكر وهقلبه كده بس على البارد الاول كويس جدا، وهوديه على النار واسويه عشان انا برضك لازم يبرد عشان ابتدي اشتغل بيه. هحطه بقى على النار يغلي وهطفي عليه. ودلوقتي يا بنات هنعمله الحلو بتاعنا. هعمل جلاش بالكاستر. انا الكاستر عملته معاكم، بصوا سبته لغايه ما برد اهو، حطيته في حاجه تانية عشان يبقى بارد. سيحت سمنه وجبت لفه الجلاش ولفاها في الفوطه عشان ما تنشفش مني. هاخد ورقتين وهبتدي انزل عليهم كده بسمنه، مسحه سمنه كده حلوه. ماشي. وهاجي كده في التلت الاخير في ورقه الجلاش وهحط معلقتين كاستر.
وهبتدي اتني كده، وهدهن بردك سمنه، وهدهن واقلب كده، بطبق عادي، وادهن كده بردك ايه سمنه، وهبتدي اطبق كده. بقت فطيره كده ايه مربعه. والسمنه طبعا دهنها ماده دهنيه، نعمله كمان واحده مع بعض. والجلاش حتى لو اتقطعت منك يعني ما بتعملش ايه معانا مشكله. هنزل بردك عليها بسمنه، وزي ما اتفقنا انا محضره له شرباته متحضر معايا بارد وشايلاه. ابتدي احط بردك معلقتين كاستر كده في النور في التلت الاخير. وهبتدي ادهن كده، وادهن ولازم يا بنات الماده الدهنيه في الجلاش تكون سمنه، عشان اكتر من مره سالوني ينفع زيت؟ لا، في الحلويات يفضل سمنه، وسمنه حلوه. والجلاش بيحب السمنه ما بيحبش الزبده، عشان الزبده فيها نسبه لبن، فهضطريه، واحنا عايزينه مقرمش كده. بقى اكمل انا بقى الكميه وارجع لكم. كده انا خلصت لفه الجلاش يا بنات. بصوا، ودهنت بردك وشها كده بالسمنه زي ما انتم شايفين. ودول كده 2 فضلوا معايا بردك ايه دهنتهم بالسمنه. هدخلهم الفرن وارجع لكم. كده الجلاش طلع سخن والشربات ساقع، هنزل عليهم كده. وهسيبهم بس ايه شويه يبردوا ويشربوا شربته. كده بعد ما انا خلصت بمسك اجيب بقى الجلاشيه كده، وبالمقص بقصها كده سمبوسه دي، عشان مربعه كده هتبقى كبيره على اللي ياكل. وبصوا لما اضغط كده بتطلع الايه الحشوه اللي جواها. لما تطلع لي بقى الحشوه كده هغطسها فستاني كده، في السوداني اغطسها في جوز هند. بصوا كده ممكن نبلوها كمان من الشربات ونحطه كده. اوريكم بس ان انا ايه قصقصتهم بردك كلهم عشان اعرف اقرب لكم تتفرجوا كده. انا قلت سوداني صغير، بس السوداني بردك عايز ايه جرش اهو كده اهوت. هكمل بقى واوريكم. كده يا بنات الفراخ طلعت اهي من الفرن ماشي. هاتي بقى السرفيس كده، وسمر بقى اللي هتسرفيزهم يا جماعه. ده بقيه الفريك. ماشي. هاتي الشياله، لا مش بدي، ده الشياله الثانيه. انا واحده اللي هي مغسوله اهي. ايوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكي.
كده هاتي بقى قرب السيرفيس. اهو يا بنات، ايه رايكم؟ ما شاء الله يعني. ايه رايكم؟ سموره شاطره اهي بقت. سموره كده بقت شطوره اهي. ايه رايكم؟ شغل عالي. شغل فخر من الاخر. يلا بقى بينا على السفره اوريكم انا رصيت السفره ازاي. وكده يا بنات رصينا سفرتنا، وقولوا لنا ايه رايكم كده اهوت. يلا ابدأي بقى معايا كده واحده واحده يا سمر. دي الفراخ. اه وده الفريك بقيته. بصي بقى لون البتنجان اللي انا عملته، طبقات البتنجان اللي هي المقبلات. وده الشيبسي. معلش انا اللي محمره فملسوع شويه مني، معلش. مش مناسبه، هي حبت تسوي كويس قوي بس. اه. وهي برضك اللي محمره السمبوسك. ماشي. وده البتنجان اللي انا قلت لكم عملته مكعبات، عملته برضك مملح، حطيت له توم وليمون وفلفل احمر. ماشي. وده ماشي. هنا فيه الليمون وهناك الملوخيه اهي. أيوة. الملوخيه احنا بنعملوها يعني اللي عايز يغرف عشان تفضل سخنه. تمام. وده الحلو بتاعنا. طفست معاكي في الفيديو، معلش. لا 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 صح كده اهو، بنكملوا بعض. ايوه. وكده كان الفيديو بتاعنا. جربوهم، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقولوا لنا ايه رايكم في المفرش الجديد. باي باي.